ساعات كتير بنعمل أكل وبيبقى طعمه حلو، بس لو عملنا جنبه مقبل كده شهي ولذيذ يفتح نفسنا على الأكل بيبقى طعمه أحلى بكتير. والبطاطا الحارة دي بقى لو اتحطت جنب أي طبق بتخليه طعمه أحلى وأحلى. هنحتاج لبطاطس تكون تحمير وهنقشرها ونقطعها مكعبات صغيرة ونغسلها كويس. وعندنا بقى كذا اوبشن للتسوية، يا إما نحمرها في الزيت وده طبعا بيكون أفضل حاجة للطعم بس مش أصح حاجة، يا إما نحطها في الفرن أو الإير فراير بشوية زيت صغيرين. وفي الكبة هنحط فيها فصوص توم كاملة مع شوية كده من الفلفل الأخضر الحراق وشوية برده من الفلفل الأحمر، بس لو مفيش فلفل أحمر ممكن نستبدلها بهريسه الشطه او الفلفل الاحمر البارد. وهنزود توابل البطاطس بتاعت شيفي ميكس، هنحط بس نص الباكت مع معلقه صغيره من البابريكا وهنضرب كل الكلام ده مع بعض في طاسه بقى على نار عاليه. نحط فيها شويه زيت زيتون وننزل بقى الخليط اللي احنا عملناه ده ونفضل نقلب فيه لحد ما ريحته تبدا تطلع. والبطاطس كانت خلاص اتحمرت، هننزل عليها بقى بقيه الباكت بتاع البهارات ونقلبهم كويس وننزلها بقى في الطاسه. هنديهم تشويحه كده مع بعض، واخر حاجه بنزودها حزمه كده صغيره من الكزبره الفريش بتخلي طعمها بجد تحفه. نديها بقى كمان تقليبه كده ونحطها في طبق التقديم مع عصره كده ليمون في الاخر. ومش متخيلين بجد كان طعمها عامل ازاي. لازم تجربوها.